ثم يقوم جدي علي بن الحسين وأبي الباقر عليهما السلام فيشكوان إلى جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل بهما، ثم أقوم أنا فأشكو إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل المنصور بي، ثم يقوم ابني موسى عليه السلام فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به الرشيد، ثم يقوم علي بن موسى عليه السلام فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المأمون، ثم يقوم محمد بن علي عليه السلام فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المتوكل، ثم يقوم علي بن محمد عليه السلام فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المتوكل، ثم يقوم الحسن بن علي عليه السلام فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المعتز، ثم يقوم المهدي عليه السلام سمي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه قميص رسول الله صلى الله عليه وآله مدرجا بدم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم شج جبينه وكسرت رباعيته، والملائكة تحفه حتى يقف بين يدي جده رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: يا جداه وصفتني ودللت علي ونسبتني وسميتني وكنيتني، فجحدتني الأمة وتمردت وقالت: ما ولد ولا كان، وأين هو ومتى كان وأين يكون، وقد مات ولم يعقب، ولو كان صحيحا ما أخره الله تعالى إلى هذا الوقت المعلوم، فصبرت محتسبا، وقد أذن الله لي فيها بإذنه يا جداه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. ويقول: جاء نصر الله والفتح، وحق قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال المفضل: يا مولاي، أي ذنب كان لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال الصادق عليه السلام: يا مفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم حملني ذنوب شيعة أخي وأولادي الأوصياء ما تقدم منها وما تأخر إلى يوم القيامة، ولا تفضحني بين النبيين والمرسلين من شيعتنا. فحمله الله إياها وغفر جميعها. قال المفضل: فبكيت بكاء طويلا وقلت: يا سيدي، هذا بفضل الله علينا فيكم. فقال الصادق عليه السلام: يا مفضل، ما هو إلا أنت وأمثالك. بلى يا مفضل، لا تحدث بهذا الحديث أصحاب الرخص من شيعتنا، فيتكلون على هذا الفضل ويتركون العمل، فلا يغني عنهم من الله شيئا، لأن كما قال الله تبارك وتعالى فينا: لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.